متى ستنضم إلى صفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون، وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون؟ متى ستستقيم وتعلم أن أعظم أمور الدين بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات والمسارعة إلى المساجد والمحافظة على تكبيرات الإحرام؟ عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واعلموا أن من صفات المتقين أنهم على صلاتهم يحافظون. كيف تستطيع أن تواجه متقلبات الحياة إلا إذا انضممت واستقمت في صفوف المصلين؟ قال الله جل في علاه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أي المصلين؟ الذين لا يصلون إلا من الجمعة إلى الجمعة، أو الذين يصلون صلاتين في اليوم، أو الذين يتقدمون ويتأخرون؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم أثمرت صلواتهم أخلاقا وخشية في حياتهم، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. من أين أتت الخشية؟ أتت من المحافظة على الصلوات. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كيف أدوا الأمانات وحفظوا الحقوق إلا لما حافظوا على الصلوات؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كيف حصنوا الفروج وغضوا الأبصار إلا لأنهم من الذين هم على صلاتهم دائمون؟ فإذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة، اسمع النتيجة بارك الله فيك: أولئك في جنات مكرمون. أولئك في جنات مكرمون. والله لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. يقول أنس: بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل لا نعرفه، قال: أين هو ابن عبد المطلب؟ قلنا: ذلك الأبيض الأمهر، أبيض مشرب بحمرة صلوات ربي وسلامه عليه، إذا تبسم كان وجهه كفلقة القمر. قلنا: ذلك الأبيض الأمهر. فجاءه وقال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومشدد عليك السؤال. وكان متكئا فجلس. قال: يا محمد، من الذي رفع السماء؟ قلت: الله. قلت: يا محمد، ومن الذي بسط الأرض؟ قال: الله. قال: ومن الذي نصب الجبال يا محمد؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم نعم. قال: أسألك بالذي رفع وبسط ونصب وأرسلك إلينا رسولا، الله أمرك أن تأمرنا ب5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا بالصيام؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن تأمرنا بأداء الزكاة؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك أن تأمرنا بحج بيت الله الحرام؟ قال: اللهم نعم. قال: والذي بعثك بالحق والذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وأرسلك إلينا رسولا لأحافظن على الصلاة ولأصومن رمضان وأعطي الزكاة وأحج البيت ولا أزيد على ذلك. فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. إن صدق فيما قال وحافظ على الصلوات وصام رمضان وأدى الزكاة وحج بيت الله الحرام دخل الجنة. تأمل بارك الله فيك
تأمل رعاك الله. الزكاة قد تسقط في حال من الأحوال إن لم يكن عندك مال، إن لم يكن عندك ما يستوجب الزكاة فلا زكاة عليك. والصيام يسقط للأعذار. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. لكن قل لي بالله العظيم، هل تسقط الصلاة في أي حال من الأحوال؟ إذا لو حافظ على صلاته دخل الجنة. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله من لقى الله وهو يحافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة. حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فأعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف أبي ذر 5 صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة. ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه. أطلت عليكم لكن الحديث خطير والقضية مهمة. أبناؤنا يموتون على غير صلوات، بل حتى الشيب تهاونوا في أدائها. مات رجل في 70 من عمره منذ فترة ماضية. سألونا: نصلي عليه أم لا نصلي؟ قلت: ولماذا لا تصلون عليه؟ قالوا: ما سجد لله سجدة من قبل. مات أحد الشباب في مقتبل العمر، فلما غسلوه وبدأوا بتغسيله انقلبت بشرته من البياض الشديد إلى السواد الشديد. خاف المغسلون وخرجوا من مكان التغسيل، فإذا بالأب في خارج المغتسل يدخن. قالوا: من الميت؟ ميتكم؟ قال: نعم. قالوا: ما خبر هذا؟ قال: الأب لم يكن من المصلين. قلنا: خذوه أنتم غسلوه وأنتم كفنوه. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. والعكس بالعكس، مات أحد الأخيار في مقتبل العمر، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، مسابق للصفوف الأولى، ما تخلف عن الفجر يوما يدعو ويعظ بالموعظة والذكرى الحسنة. فلما مات يقول أحد مشايخنا: أنا الذي غسلته وكفنته. فلما بدأنا بتغسيله وبدأنا بإعداد المسك والكافور يقول: والله الذي لا إله إلا هو فاحت رائحة المسك منه قبل أن نضع المسك عليه. قلت لصاحبي: تشم؟ قال: فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. فلما كفناه وذهبنا به إلى المقبرة يقول شيخنا: كنت ممن نزل على قبره. تخيل المنظر، الناس على شفير القبر ثم ينزل إليهم الميت. يقول: والله الذي لا إله إلا هو فلما أنزلوه أخذ من بين أيدينا، حمل من بين أيدينا والله ما حملناه، ثم وسد في التراب والله ما وسدناه، ثم وجه إلى القبلة والله ما وجهناه. كشفت عن وجهه إذا هو يضحك، كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك. يقول الشيخ: والله لولا أني أنا الذي غسلته وكفنته ما كنت أظن أنه قد مات، ما كنت أظن أنه قد مات. اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات. اتقوا الله، ومن تقواه المحافظة على أوامره. تريد ضمان لخاتمة حسنة؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله، يعني في حفظ الله ورعايته. زاد أهل العلم قالوا معناه أنه إذا مات من يومه دخل الجنة. مروا أبناءكم بالصلاة ل7، اضربوهم عليها ل10، اصنعوا لنا أبطال، اصنعوا لنا رجال.
اصنعوا لنا أمهات عابدات لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. وصناعة الأبطال علم علمه أولو الصلاح، من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. هل سنراك بعد هذا الكلام تسابق المصلين إلى الصفوف الأولى، أم ستستمر في التخلف مع المتخلفين؟ وقد أعذر من أنذر. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر.